اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. القصة دي بقلم الكاتبة هويدا زغلول. عامر بعصبية: لا يا مهران، ايه اللي انت بتفكر فيه ده؟ جريمة، ما ينفعش تحصل. انا خلاص خدت القرار ومش هرجع فيه مهما حصل. انا خلاص تعبت من الموال ده وهنفذ اللي انا رايده. يعني ايه؟ من امتى وانت ظالم؟ انا ما هظلمهاش ولا حاجة، انا في الاخر هديها الفلوس اللي هي عايزاها. ليه؟ واللي انت مختارها دي يهمها الفلوس؟ عاد ما هي من عائلة محترمة ومعاهم فلوس، مش محتاجين يعني. انا مش هرجع في حديث اللي انا قلته، خلاص بكفاياك قعدت تلوم فيا. وياك يا عامر حد يعرف بالكلام ده، والا صدقني هخسرك وقتها. اللي انت رايده اعمله يا مهران، بس انت ربنا هيحاسبك على اللي انت بتعمله ده في بنات الناس. انا ماشي اهو، بس مش راضي على اللي انت بتعمله ده. عامر ساب مهران ومشي، أما مهران ابتسم بخبث على اللي هو رايد يعمله، وبعدين مشي ورجع على السرايا، وهناك كانت قاعدة زوجته وفاء. كنت فين كل ده يا مهران؟ مهران بضيق: وانت بتسألي ليه؟ ان شاء الله عادي يا مهران، بطمن عليك يعني مش اكتر. لا ما تطمنيش عليا، انا داخل ومش عايز ازعاج. طيب اتفضل، قالتها وفاء وهي بتبصله باستغراب شديد. مهران طلع على اوضته وخرج الجد وشاف وفاء قاعدة متضايقة. مالك يا بنتي؟ الحزن مالي وشك كده ليه؟ حفيدك يا جدي بيعاملني معاملة عفشة، معرفاش ماله، كل ما اسأله سؤال يرد عليا، يرد يسد النفس يا جدي. ماشي يا مهران، انا هعرفك كيف وهوقفك عند حدك. انا هوقفه عند حد الواد ده. هو فين دلوقتي؟ في الأوضة على فوق، وقال لي محدش يزعجه كمان. ماشي يا مهران. طلع الجد على أوضة مهران، واللي كان لسه بيستعد للنوم لقى جده بيفتح عليه الباب بدون استئذان. فهي يا جدي الواحد ما يعرفش يرتاح شويه في البيت دي؟ اكيد البومه اللي تحت هي اللي اشتكت لك مني، مش كده؟ انت ايه ما بتحسش كيف تعامل مرتك المعامله العافشه دي؟ مالك كل لما تشوفها تعاملها عافش؟ مهران بضيق: مرتي وانا حر فيها يا جدي. لا مش حر فيها، دي بنت الغالي، هي عندي اهم منك 100 مره. انت فاهم؟ لو زعلتها تاني او فكرت مجرد تفكير ان تنزل دمعه من عينيها، اقسم بالله يا مهران لحرمك من كل حاجه. مهران بعصبيه: هو فيها يا جدي؟ مش كفايه ان انا مستحمل انها ارض بور مش بتخلف بجالي 7 سنين متجوزها وانا مش عارف ان انا ابقى اب؟ حرام، حرام ان انا اكون اب، حرام عليك يا جدي. اخرس يا جليل الحياة، مدام حفيدتي ما هتخلفش انت كمان ما هتخلفش. مش هسمح لك انك تتجوز عليها علشان خاطر تعايرها، لا استحالة اقهرها انك تجيب ليها ضرة تفضل تعاير فيها. عارف يا مهرام لو اتجوزت من ورايا رد فعلي هيكون عافش وانت حر. الجد نزل بعد ما قال كلامه ده، ومهران قال: ماشي يا جدي. اما في مكان تاني في بيت من دورين، احمد ظابط كان قاعد مع اهله. فاطمة: ايه يا ولدي بقالك يومين غايب برا البيت؟ حرام عليك نفسك يا ولدي. عامل ايه بس ياما؟ احنا جواد خطف كتير اليومين دول ومش ملحقين ندور على مين ولا مين. هنا اتكلم الاب وقال: ولقيت المخطوفين يا ولدي؟ الحمد لله يا ابوي، اكترهم ولاد الناس الاغنياء بيطلبوا فدية من اهليهم عشان خاطر يرجعوا اولادهم، بس في الاول وفي الاخر احنا بنمسكهم وبنعلمهم الادب على اصوله وبيقضوا بدل السنة 2 و3 في السجن. يستاهلوا يا ولدي، كل اللي بيجرى لهم ده بدل ما يخطفوا اولاد الناس يروحوا يشوفوا لهم شغله يشتغلوها. قلة عقل وقلة دين، ربنا يرحمنا برحمته يا ولدي. يا رب يما. انا هطلع دلوقتي على اوضتي علشان ارتاح وانام لي كام ساعه عشان رايح الشغل بالليل. ربنا يعينك يا ولدي يا حبيبي، اطلع ارتاح وانا هصحيك على ميعاد الشغل بتاعك. ماشي يما بالاذن. اتكلم محمد والده وقال لبنته الصغيره: مالك يا زهره ساكتة كده ليه من صباحية ربنا؟ مالك يا بنتي مسمعتلكيش نفس؟ مفيش حاجة يا ابوي، بس الامتحانات على الابواب ومفيش الا الاسبوع ده وانا قلقانة مش اكتر. متحمليش هم يا حبيبة ابوكي، سيبيها على الله يا بنتي، وانت شاطرة ومذاكرة وعاملة حسابك على كل حاجة. ايه اللي هيجلكك؟ اتكلي على ربنا وهو هيوفقك. حاضر يا ابوي، بعد اذنك هطلع اذاكر شوية كمان. اتفضلي يا بنتي. اما في السرايا كان مهران قاعد في المكتبة وبيكلم واحد وقال: المكان جاهز ومش ناقصه اي حاجة، انا كلها يومين وهاجي مش عايز ولا غلطة. ما تقلقش مهران بيه، كل حاجة جاهزة زي ما حضرتك امرت. تمام. ايوه انت الفلوس هتوصلك اول ما تسلمني المفتاح. تمام يا باشا، مع السلامة. قفل مهران مع المجهول وخرج بره وقال لي وفاء: روحي جهزي نفسك علشان هنخرج. هنروح فين يا مهران؟
هنتمشى شوية ونروح نتعشى في أي مكان، مليش مزاج أكل في السرايا. في ثواني هكون جهزت. طلعت وفاء بسرعة وهي فرحانة وجهزت نفسها ونزلت لمهران. مهران يلا بينا. مش هنقول لجدي؟ جدي نايم دلوقتي، خلينا نروح. مش رايدة تخرجي خليكي. لا طبعا هخرج. مهران أخدها وخرجوا وراحوا على مطعم، ووفاء قالت له من يوم ما اتجوزنا عمرك ما خرجتني، يا ترى ايه السبب اللي خلاك تخرجني النهارده؟ اعتبريني يا ستي بصالحك على اسلوبي معاك الصبح. ماشي، لو هتصالحني كل مرة فأنا موافقة إنك تزعلني. لا، ما أنا مش هزعلك تاني. أنا النهاردة كنت بس متعصب هبابة. ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ ايه اللي حصل حاجة في الشغل؟ أيوة، في صفقة هتتم في محافظة القاهرة، وأنا لازم أفضل هناك شهرين على الأقل يا وفاء. يعني هتسيبني شهرين بحالهم يا مهران؟ مضطر عشان ده شغل. بس يعني جدي ما جابليش سيرة بحكاية الشغل ده. ما هو الصفقة اللي بعملها دي للشغل الخاص، مش في شغل جدي يا وفاء، وأنا هسافر لها خلاص بعد بكرة. طب ما تاخدني معاك؟ ما هينفعش تسيبي جدي لوحده يا وفاء، وبعدين أنا هبقى طول اليوم في الشغل، انت هتفضلي قاعدة لوحدك وهتزهقي يا بنت عمي. وفاء بصت له بشك، هي اوعاك تكون بتضحك عليا ورايح تتجوز؟ مهران رد عليها بثقة وهو بيبلع ريقه. انا لو رايدة اتجوز هتجوز يا وفاء، مش هخاف منك يعني. وعلى العموم رايدة تصدقي مش رايدة براحتك. انا غلطان ان انا جايبك هنا وبتحدث وياكي. ما قصدتش يا مهران، بس انت خبر ان انا بحبك كيف، ما اقدرش اعيش من غيرك ولا استحمل فكرة انه ممكن تتجوز عليا. بحس ان روحي بتتسحب من جسمي. لا ما تقلقيش، مش هتجوز عليكي ولا حاجة. جدك عامل لي احصار شامل يا وفاء، ومهددني اني لو اتجوزت عليكي هيحرمني من ورثي وحقي. وفاء ابتسمت بانتصار. لازم جدي يعمل معاكي كده؟ ان انا حفيدته الغالية. معاكي حق. المهم اختاري هتاكلي ايه عشان نمشي. واه يا مهران، احنا لحقنا نقعد علشان خاطر نمشي؟ ماشي يا وفاء هنقعد، بس خلينا ناكل. طلبوا العشاء وفضلوا يتكلموا مع بعض. عدى يومين وفي مكتب الجد كانت قاعدة وفاء. يا جدي، هو رايح صفقة فعلا ولا بيضحك علينا؟ متخافيش يا وفاء، سألت حد ثقة وعرفت ان هو مسافر فعلا في صفقة مهمة جدا للشركة. مش مطمنة يا جدي، خايفة يتجوز عليا. ما قلتلك ما تخافيش عادي يا بنت انتي. ما يقدرش ان هو يعمل كده، لان هو عارف لو عمل كده هيخسر كل حاجة يا وفاء. مهران مش غبي. طب ما تقنعه يا جدي ان هو ياخدني معاه بدل ما انا قاعدة هنا ومش بعمل حاجة. وتهمليني هنا لوحدي يا وفاء؟ ما كانش العشم يا بنت الغالي. ما كنتش اقصد يا جدي، خلاص انا هقعد معاك هنا، هما شهرين يعني هيعدوا بالطول ولا بالعرض؟ ايوه كده، خليكي عاجلة. يلا قومي سلمي على جوزك عشان هو مسافر. حاضر يا جدي. خرجت وفاء وكان لسه مهران نازل بالشنطة. تروح وترجع لي بألف سلامة يا مهران. الله يسلمك يا وفاء، خدي بالك من نفسك، هبقى اكلمك. اما في مكان مجهول كانت بنت قاعدة مربوطة وبتعيط من انهيار. انتوا خطفتوني ليه؟ فكوني، حد يرد عليا. دخل واحد مقنع. اخرس يا بت، مش عايزين وجع دماغ. لما البيه يجي ابقي اسألي اسئلتك دي. البنت بعياط. علشان خاطر ربنا سيبوني امشي. اهلي هيديكم الفلوس اللي انتوا عايزينها، بس رجعوني لاهلي بالله عليكم. الراجل خرج بره وهي فضلت تعيط بتنده عليه. اما في بيت احمد، محمد بخوف. زهرة اتأخرت جو يا فاطمة. راحت فين؟ دي مش من عوايدها انها تتأخر او تمشي يعني من غير ما تقول لينا رايحة فين. ما خبرش والله يا محمد، بتصل عليها مش بترد. قلبي وكأني هكوي جوي على بنتي، حاسة ان فيها حاجة. طب اعمل ايه بس يا فاطمة؟ نستنى ساعة كده، لو ما جاتش وقتها نقول لأحمد هو يتصرف بقى. ماشي، هديني مستنى اما نشوف اخرتها. فعلا فضلوا مستنيين ساعة وبرضه ما جاتش. اتصل محمد على أحمد. ايوه يا احمد، معلش يا ابوي اقفل دلوقتي وهكلمك اما اخلص عشان في ايدي حاجة. لا يا احمد، سيب كل اللي في يدك دلوقتي وخليك معايا. خير يا ابوي، في حاجة ولا ايه؟ اختك من الصبح راحت الكورس الساعة 11 والمفروض تخرجي الساعة 1، بس اختك لغاية دلوقتي ما جاتش. روحت ودورت عليها في السنتر، قالوا انها خرجت في ميعادها. رحت الاماكن اللي هي بتخرج فيها مع اصحابها بس ما لقيتهاش. مش خابر اختك فين يا ولدي؟ ما قلتش ليه من بدري يا بابا، بس انا هدور وان شاء الله هلاقيها، ما تقلقوش. طمني يا ولدي، انا امك من صباحية ربنا، قلبنا وكلنا عليها. ما تقلقش يا ابوي، انا هتصرف. اما في المكان المجهول كان مهران قاعد مع البنت وهو بيقول ببرود: ازيك يا زهرة؟ هو انت؟ ايه رايك في المفاجأة الحلوة دي؟ مش كده؟ انت رايد مني ايه يا جدع انت؟
كون رايد منك ايه يعني يا زهرة؟ داني حتى طيب ومش هعملك حاجة. هترجعني لأهلي مش كده؟ اهلك دول تنسيهم خالص، مش اهلك بس، اهلك وصحابك وكل اللي تعرفيهم. انت اصلا خابر انت فين يا زهرة؟ لا ما خبرش. انت رايد مني ايه يا جدع انت؟ حرام عليك. انت في مكان بعيد جدا عن مكان اهلك، استحالة يقدروا يوصلوا لك فيه ولا انت تقدري توصلي لهم. كيف ده احمد مش هيسيبني وهيقبض عليك كمان. طيب يا ريت يعمل كده. وبعدين يا زهرة، انا بكلمة واحدة اقدر ان انا اشيل اخوكي من الداخلية كلياتها، مش هيقبض عليا. طب انت رايد ايه وانا هعمله؟ بس خليني امشي. فين شنطتك؟ اللي خطفوني اخدوها. مهران خرج بره وقال فين شنطتها؟ الراجل اداله الشنطة. اتفضل يا باشا، فيها كل حاجتها زي ما هي. مهران اخد الشنطة، فتحها واخد منها التليفون اللي هم قافلينه والبطاقة، ودخل عند زهرة وقال بص بقى يا زهرة، علشان انا خلقي ضيق هتعملي كل اللي هقولك عليه، ولو ما عملتيش ساعتها ما تلوميش الا نفسك، فاهمة؟ هو انت لازم تضحي عشان خاطر اهلك. تقصد ايه؟ انا مش فاهمة. انا هاخدك دلوقتي وهنروح شقتي يا زهرة. قطعته زهرة عصبية. انت اتجننت؟ مفكرني ايه؟ استحالة. ده انا هصرخ والم الدنيا كلها. اهلي مش هيسيبوك وهيفضحوك في البلد كلها، فاهم؟ خلصت كلامك؟ لو قطعتيني وانا بتحدث وقتها هتزعلي جامد يا بنت الغفير، فاهمة؟ زهرة سكتت بخوف. هتيجي معايا الشقة وهيجي 2 شهود ومأذون وهيكتبوا كتابي عليكي. لو رفضتي او قلت للشيخ لا او انك مخطوفة، وقتها يا زهرة قولي على عيلتك كلها ربنا يرحمهم. لا حرام عليك، انا عملت لك ايه عشان تعمل فيا كل ده؟ لو سمحت سيبني ارجع لاهلي. مش انا قلت لك انسي اهلك دول تماما يا زهرة؟ وعلى الاقل انسيهم دلوقتي لانك مش هترجعي غير بمزاجي اني، فاهمة انا قلت ايه؟ لا مش موافقة ومش هوافق على حاجة زي دي. عاد هملني امشي الله يخليك، هملني يا مهران بيه. لا وهتعملي كل اللي انا قلت عليه. لو رفضتي بمكالمة تليفون مني بيتكلم فيها خلال دقايق هتبقى عيلة كرامات. ايه رايك؟ وعشان تصدقي بصي. مهران فتح فيديو لواحد واقف قدام بيتهم وهو معاه بنزين. ايه رايك يا زهرة بقى؟ طب وانت ليه تتجوزني؟ حرام عليك، وبعدين انت اكبر مني بكتير. يا زهرة يا حبيبتي السن ده مجرد رقم، وبعدين أنا مش كتير ولا حاجة، يعني أنا عندي 32 سنة وأنت 22، مش فرق كتير يعني 10 سنين. بس المهم موافقة ولا اتصل بيه؟ أنا مش رايد كلام كتير. موافقة. كده زي إن أنا هفكك دلوقتي وهتمشي معايا. لو فكرتي تعملي أي حاجة كده ولا كده ساعتها هتندمي أنت وأهلك. مهران راح فكها بسرعة ومسكها من ايديها، ركبها العربية وطلع بيها على شقته. اول ما وصلوا دخلها اوضة وحبسها فيها، وبعد شوية وصل مأذون والشهود ومهران دخل رحب بيهم. ثانية واحدة هروح انادي العروسة. مهران دخل الأوضة وهي كانت منهارة. امسح العياط اللي على وشك دي يلا عشان الناس بره. طب رجعني لأهلي وتقدم لي منهم، ريت تتجوزني كده في السر. انا هوافق والله مش هتكلم، بس اطلبني من اهلي. مهران مسكها من ايديها بعصبية. انت اتجننتي ولا ايه؟ انت جاية تتكلمي معايا دلوقتي والناس بره؟ خلاص بدل ما اتصل بيهم واخلص عليهم. انت مش قد يا زهرة، غوري غسلي وشك وطبطي نفسك يلا عشان محدش يشك في حاجة بسرعة. سكتت زهرة ودخلت فعلا، غسلت وشها وخرجت معاه. المأذون فين وكيل العروسة؟ مهران اتكلم وقال هو استاذ مدحت، هو وكيل العروسة. تمام على بركة الله. بدأ المأذون بكتب الكتاب، وبعد ما خلص قال اتفضلوا امضوا على العقد. مضى مهران على العقد وادى الورقة لزهرة اللي بصت له بترجي عشان يرجع في اللي في دماغه، بس بصلها بتحذير. مضت على العقد، وبعد ما الشهود مضيوا قال المأذون بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ألف مبروك. متشكر. المأذون والشهود خرجوا، وبعدها مهران قال لزهرة بس بقى بطلي عياط، خلاص شوية صدعتيني من الصبح. ربنا ينتقم منك أشد انتقام ويعمل في أختك اللي انت بتعمله فيا ده. انت هتقارني نفسك بأختي يا زهرة؟ ده انت حيالله بنت غفير لا رحتي ولا جيتي. بنت الغفير، لكن أختي أنا بنت الحسب والنسب، محدش يقدر يقرب منها، انت فاهمة؟ ولما أنا بنت الغفير اتجوزتني ليه؟ مش انت متجوز بنت عمك تتجوزني غصب عني ليه؟ علشان اربيكي واعلمك ما تبصيش فوق يا زهرة. هو مش معنى ان انتي في كلية طب
ان انت بقيتي حاجة لا صوتك ما يرفعش على اسيادك. انا ماليش اسياد، سيدي هو ربي وهو قادر ينتقم منك اشد الانتقام. مش عيب عليكي تدعي على جوزك يا زهرتي؟ اسلوبك مش عاجبني. انا هسيبك النهارده، مش هاجي جنبك، لكن بكره بقى بداية جوازنا. متفكريش تهربي واصل، لانك اصلا مش هتعرفي تهربي لسببين. الاول هو ان انا هقفل عليكي الابواب والشبابيك والبلكونات، مش هتعرفي ان انت تفتحيهم. والتاني احنا في منطقة مهجورة، مهما صرختي محدش هرد عليكي. زهرة عيطت وهو خرج قفل الباب عليها، وهي قالت يا ريتني ما اتكلمت ولا رديت عليك، يا ريتني. وافتكرت اول مرة شافت مهران من سنة. فلاش باك. كانت زهرة رايحة لوالدها سرايا مهران لانه شغال غفير وقتها. كان باباها بيجيب حاجة لوفاء وقتها، وهي دخلت سألت عليه الغفير التاني. استنيه، هو زمانه جاي. شكرا يا عم مصطفى. بعدت زهرة شوية وراحت في مكان هادي وسط الزرع. كانت مستمتعة بالمكان. فجأة سمعت صوت مهران وهو بيقول بإعجاب انت مين يا أمور؟ بصت له زهرة بحدة. وانت بتسأل ليه؟ هتطلق عليا بطاقة مثلا؟ انت ازاي تتكلمي معايا كده يا بنت؟ انت مش عارفة انا مين؟ وهكون مين يعني؟ نجيب ساورس ولا وزير الداخلية؟ ابتسم مهران. لا، وبتتريقي ما شاء الله. لا يا أمورة، أنا صاحب السرايا اللي انت واقفة فيها دلوقتي، وأنا هخرج وأطرد الغفير اللي سمحلك بالدخول. انا ما قصدتش، وبعدين عم مصطفى ما عملش حاجة غلط. انا جاية لابويا محمد وهو اللي قال ان استناه هنا. مش لايقة عليكي أبدا ملامح الخوف دي. الا انت اسمك ايه بقى؟ اسم زهرة. اسمك جميل زيك يا زهر، بس انت خبر لسانك عايز يتقص. انا ماشية ووسع كده. لسه هتمشي لكن هو مسك ايديها. انا قلتلك امشي. زهرة زقته وقالت بعصبية انت اتجننت ولا ايه؟ ازاي تسمح لنفسك تمس ايدي؟ لسه مهران كان هيتكلم ليه وفاء بتقول انت مين يا جربوعة انت؟ وكيف تعلي صوتك عليه؟ وبعدين انت كيف تدخلي هنا اصلا؟ يا مصطفى يا مصطفى. مصطفى قرب بسرعة. ايوه يا ست هاني، انت كيف تدخل الاشكال دي السرايا؟ انت ايه شغلانتك هنا؟ دي بنت محمد يا ست هاني. بنت محمد ولا زفت؟ كيف تسمح لها انها تدخل جوه؟ ولا تكونش السرايا دي سرايا ابوك وانا معرفش؟ انت والحيوان التاني. زهرة قطعتها بعصبية. اخرسي قطع لسانك. كيف تقولي على ابويا كده يا قليلة الادب؟ ده انت حتى الادب ما عداش عليكي ولا شفتيه لما تشتمي راجل كبير في السن. هياك تغلطي وتقلي ادبك، انت فاهمه؟ قالها مهران بعصبية. زهرة بصت ليه بدموع. وفاء، انا هطردك انت وابوكي ما عادش ليه اكل عيش هنا خلاص. ابقى وريني بقى هتعيشوا منين يا شويه جرابيع. ابويا ما شرفوش ان هو يشتغل عند ناس ما عندهمش ضمير كيفكم. محمد جه على الصوت العالي وقال في ايه يا زهرة؟ حصل ايه؟ وفاء، انت تاخد بنتك وتغوره من هنا، مالكش شغل هنا. ليه؟ حصل ايه بس يا ست هانم؟ في ايه يا مهران بيه؟ بنتك قلت ادبها عليا انا ووفاء وخلاص، اعتبر شغلك هنا انتهى. اتفضل مع السلامة، خد فلوسك، دي مكافأة نهاية الخدمة. فلوسكم مش عايزينها، لو هنموت من الجوع. يلا يا ابوي. خرج محمد هو وزهرة وهو مصدوم ومش عارف يقول ايه. وقفها في الطريق وقال حصل ايه يا زهرة؟ فهميني. زهرة حكت لابوها على كل حاجة وقال لها بحزن هعمل ايه انا دلوقتي يا ربي؟ هجيب فلوس منين؟ ده انا يدوب بسد 8 اقساط لجهاز اختك. انا اسفة يا ابوي، اسفة، بس مستحملش اسمعها تشتمك. انت مالكيش ذنب يا بنتي، ربنا هيفرجها ربنا. ومن اليوم ده هي ما شافتش مهران نهائي لغاية ما خطفها. عودة من الفلاش باك. زهرة بعياط. يا ترى حالتكم كيف دلوقتي يا ابوي؟ في بيت احمد. محمد قلب عصبية. يعني ايه ما لقيتهاش يا احمد؟ اختك راحت فين؟ يا ابوي انا بدور عليها ومش ساكت غير لما الاقيها، ما تقلقش. فاطمة بعياط شديد. لكون البنت اتخطفت، اكيد هي اتخطفت. ما انتوا مش لاقيينها، يبقى اكيد اتخطفت. يا مراري يا مراري على بنتي هتروح مني. رد محمد بعصبية. بس خلاص يا ولية متتحدتيش، انت بتفولي على البت. يمكن تاهت صح او راحت مع واحدة صاحبتها هي حتة هاو اتأخروا، تليفونها فاصل شحن. صح يا احمد مش كده؟ احمد كان بيبص للارض وساكت. انت مش بترد عليا ليه يا احمد؟ في ايه؟ مفيش يا ابوي، انا هروح دلوقتي الجسم وهنشوف وصلوا الحاجة ولا لا. طمني يا ولدي ولا اقولك انا هاجي وياك. لا يا ابوي خليك مستريح، انا هكلمك وهقولك لو في اي جديد. خرج احمد من البيت ومحمد قال بحزن
ربنا يرجعك لينا بالسلامة يا بنتي. أما في السرايا كانت وفاء قاعدة مع ماجدة أخت مهران. ألف مبروك يا خيتي، عرفت إن انت حامل. ماجدة، الله يبارك فيكي يا وفاء، عقبالك. يا رب ماجدة، أنا نفسي في حتة عيل. ربنا يديك يا حبيبتي. مش كنتوا بتقولوا إن مهران هيسافر؟ كنت جيت سلمت عليه قبل ما يمشي. معلش يا خيتي، ما جاتش مناسبة، ما حبيناش نخليكي تسيبي بيتك وعيالك وتيجي. سيبك من الموضوع ده. فين جدي؟ هو في الشركة يا ماجدة. في حاجة ولا ايه؟ مش انت نفسك تبقي امي يا وفاء؟ اكيد طبعا. خلي جدي يوافق على جواز مهران، ويتجوز اي بنت اهلها يكونوا فقراء، ونديهم قرشين، ولما البنت تولد تاخلي انت العيل ويتكتب باسمك. ردت وفاء بغيرة. انت اتجننتي ولا ايه يا ماجدة؟ انت عايزة مهران يتجوز عليا؟ حتى لو في فترة صغيرة استحالة مهران يبقى مع واحدة تانية غيري. اياك يسمعك تقولي الكلام ده. هو اللي اقولك خدي عيالك وامشي ارجعي على بيتك يلا. ماشي يا بنت عمي. مشيت ماجدة ووفاء قعدت متعصبة واتصلت على مهران. الو يا مهران، اتصلت عليك فوق 3 مرات، ما ردتش ليه؟ انا مش جاي العب هنا يا وفاء. هو اللي ماسك التليفون 24 ساعة؟ انا لما ببقى فاضي بكلمك، ولو ما فضتش ما تكلمنيش، مش كده؟ انت رايدة ايه دلوقتي يا وفاء؟ علشان ورايا شغل. مش رايدة حاجة يا مهران، مع السلامة. قفلت مع مهران، ومهران اتنهد بضيق وراح على البيت اللي حابس فيه زهرة. فتح الباب وشافها قاعدة زي ما هي بتبكي. لساتك ما تعبتيش من البكا؟ مش قلتلك ما تعيطيش؟ العياط مش هيفيدك يا حبيبتي. حبيبتك عزرائيل، قالتها وهي بتعيط جامد. هعديها لك المرة دي يا زهرة، يلا قومي جهزي الوكل. قامت زهرة من غير كلام وجهزت الوكل وطلعت بره. تعالي اقعدي كلي معايا، انت من الصبح ما كلتيش اي حاجة. ماليش نفس، ما ريداش اكل. قلت اقعدي وكلي. هو الوكل كمان بالعافية؟ يا سيدي انا مش عايزة اكل، هملني بقى، هملني في حالي. مش هعيد كلامي تاني، قلت اقعدي وكلي، ما توجعش دماغي. زهرة قعدت مجبورة وبدأت تاكل بعض اللقيمات البسيطة، وبعدها قامت وهو سابها على راحتها. انا هدخل انام. ادخلي يا زهرتي. زهرة بغيث انسان مستفز. دخلت زهرة الأوضة وقفلت على نفسها وقالت بحزن: انا لازم اهرب من هنا، استحالة اخليه يقرب مني. وفعلا استنت زهرة لغاية ما دخل نام في الأوضة اللي جنبها، وعدت ساعة علشان خاطر يكون نام خلاص. لو اتسحبت عشان اخد المفتاح هيحس بيا، ممكن يعاقبني ويعمل حاجة في اهلي. انا هحاول افتح الباب بأي حاجة. خرجت برا الأوضة، دخلت المطبخ، مسكت سكينة وراحت ناحية الباب. كانت بتحاول تفتح الباب. بعد نص ساعة قدرت انها تفتحه. فرحت جدا، وبعدين خرجت من الشقة، وبعدين نزلت من العمارة تجري في الشارع. لقيت العماير كلها في مكان مقطوع، ولسه هتجري وقفت لما شافت مهران واقف بيضحك عليها. قرب عليها. مش واحدة زيك اللي تضحك عليا وتحاول تهرب. انا من اول ما دخلت الأوضة وانا عارف ان انت هتهربي، عشان كده سبتك براحتك تعملي اللي انت عايزاه. واصلا يا غبية، رجالتي واقفة في المنطقة دي كلها من اولها لاخرها، يعني رحت يمين رحت شمال هتلاقيهم قدامك. سيبني الله يخليك يا مهران، انا رايد ارجع لاهلي. مش احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وقلتلك ان اهلك ده نهائي؟ انت هتفضلي قاعدة معايا لغاية ما انفذ اللي انا عايزه، او بعدها هرجعك لاهلك. حاجة ايه اللي انت رايدها مني؟ لو على اللي انا عملته زمان فانا اسفة، بتأسف لك، مستعدة ان انا اروح اتأسف لمراتك كمان واحب على يدها، بس رجعني لاهلي. ترجعي كيف بس يا زهرة يا حبيبتي؟ انت بقيتي مرتي، يعني مكان ما انا اكون موجود انت كمان هتبقي موجودة. يلا علشان نرجع على البيت. انا مش هعاقبك المرة دي، بس لو الموضوع ده اتكرر تاني هيبقى العقاب بمكالمة تليفون واحدة. هخلي اخوك يتشال من الداخلية، فاهمة؟ كل ما تهربي هعاقب واحد من عيلتك، حتى اختك المتجوزة مش هتسلم من تحت ايدي. مش هعمل كده تاني، مش هعمل كده تاني. يلا قدامي. مهران اخدها ورجع على البيت وقال: هتفضلي نايمة معايا في نفس الأوضة، مفيش أوضة لوحدك، وأنا كنت هستنى عليك لغاية بكرة، بس خلاص بما إنك حاولت تهربي أنا بقى ما بقيتش أثق فيكي. لا أنا آسفة، أنا قلتلك إن ده مش هيتكرر تاني. مفيش كلام، وبعدين مش هتفرق النهاردة عن بكرة، الفرق كلها كام ساعة. وفعلا مهران بدأ حياته الزوجية مع زهرة رغم اعتراضها. تاني يوم الصبح كانت زهرة بتحضر الفطار، ومهران كان واقف في البلكونة بيكلم واحد. ها، طب وعمل ايه؟ عامر اخوها بيدور بكل عزم
ده ما دخلش بيته من يوم ما اخدتها واهلها فتحوا محضر. المهم يا عامر، وصلوا الحاجة ولا لسه؟ لا وصل، اخوها ده باين عليه شاطر واصل. ده وصل للواد اللي وصلها بالتوك توك اللي سيادتك اجرته علشان خاطر ياخدها من المكان اللي رجالتك هيخطفوها فيه، وهو قال لهم على المكان ومش بعيد يوصلوا لرجالتك بقى اللي هم خطفوها. على العموم احنا سيبنا المكان القديم اللي الرجاله عارفينه. اخوها لو وصلك هيحصل مشكله كبيره يا مهران، انا قلتلك من الاول بلاش الموضوع ده، البنت صغيره وغلبانه حرام عليك، وبعدين دي في كليه طب وامتحاناتها كمان كام يوم، انت بتضيع عليها سنه بحالها. خليك في حالك يا عامر، انا عارف انا بعمل ايه كويس. المهم خد بالك اوعاك تقول لماجدة اي حاجه، انت عارف انها راوتر ما بتصدق تحكي اي حاجه. هو انت بعجلك يعني؟ هو اني هروح اقول لها ايه؟ اروح اقول لها اخوكي خاطف واحده واتجوزها غصبا عنها والبوليس بيدور عليها؟ حاجه ما تشرفش حد. وطبعا هي اول ما هتسمع هتروح تقول لجدك وجدك هيبهدلك وكلكم، ولو عارف ان انت اتجوزت على حفيدتكم تاني. مهران شرد وقال ما تقلقش يا عامر، هو مش هيعرف حاجه دلوقتي. سلام، وما تنساش تعرفني اخبار اخوها اول باول. ماشي يا مهران. في صباح يوم جديد كانت زهرة قاعدة في أوضتها ومش عايزة تخرج، ومهران دخل الأوضة وقال انا اتخنقت منك على فكرة، مش معنى ان انا سايبك على راحتك انك تسوقي فيها، ما تنسيش انك زوجة وليكي واجبات ولي عندك حقوق. الزواج بالإجبار باطل يا بيه، ولا دي محدش علمها لك، خصوصا ان الأهل كمان مش عارفين وانت جبرتني على الجوازة دي. الجواز مش باطل، كان في شهود وشاهدين ان انا وانتي اتجوزنا، وتاني حاجة كان ليكي وكيل، وثالث حاجة انت بقى مش مجبورة ولا حاجة، بعد كده هتوافقي. ليه سيادتك عملت دين جديد؟ انا اهلي ما يعرفوش وانا مش موافقة، يبقى الجواز باطل. قومي حضري الوكل، ما اسمعش حسك بعد كده. زهرة قامت وهي متعصبة، دخلت المطبخ بدأت تحضر في الأكل. في الوقت ده مهران مراته اتصلت بيه، قفل الباب ورد عليها. ايوه يا وفاء، كيفك؟ اتوحشتك جوي يا مهران، متى رح ترجع؟ ما انا قلتلك يا وفاء شهرين، ويمكن نزيد كمان الفترة الجاية. ادعيلي يا وفاء، لو كسبت الصفقة دي هتنقلني نقلة تانية خالص. ربنا يوفقك يا مهران، خد بالك على نفسك. قولي مين بيطبخ لك الوكل؟ او بتاكل ازاي؟ مهران بضيق من المطاعم يا وفاء. خلاص يا حبيبي، فترة وهتعدي، انا خبرة انك ما تعرفش تاكل غير من يدي. مهران وباين عليه الضيق. طبعا يا حبيبتي معلش، انا هقفل دلوقتي علشان نازل الشركة، هبقى اكلمك لما ارجع. طيب يا مهران، مع السلامة. قفل مهران مع وفاء وقال بضيق امتى هخلص من البلوة دي؟ رخمة. اقول ايه بس؟ انت يا جدي انت اللي وقعتني الوقعة الهباب دي. سمع خبط على الباب، زهرة بتقول الوكل جاهز وهو على السفرة. تعالي يلا عشان خاطر نتغدى. ما رايداش، وسع بعد اذنك، رايدة ادخل انام. مهران مسكها من ايديها جامد وشدها وراه على السفرة، قعدها بالغصب. مش رايد موال امبارح يتكرر تاني، اما اقول يلا عشان نتغدى يبقى عشان تتغدي، مش رايد اسمع اعتراض. زهرة سكتت وكانت بتاكل لقيمات بسيطة. بلاش لعب العيال، كلي عدل. ما انا قلتلك ماليش نفس، ما رايداش، هملني انا. مفيش نوم وهتاكلي غصبا عنك، مش هكرر كلامي تاني. زهرة سكتت وبدأت تاكل وهي بتفكر ازاي تهرب تاني، وبتقول في نفسها معقولة اهلي مدوروش عليا؟ طب امتحاناتي اللي بكرة هعمل ايه في مستقبلي اللي بيضيع؟ اخويا ملقانيش، مستحيل، ده ظابط وبيجيب ولاد الغرب، مش هيعرف يجيب اخته. مهران قطع تفكيرها وقال بتفكري في ايه بس يا زهرة وسرحانة جوك ده ليه؟ ما تقوليلي انا زي جوزك برضو. زهرة بدموع لو سمحت، انا امتحاناتي كمان يومين، انا كده هضيع مستقبلي، دي رابع سنة ليا، حرام عليك. نسيت اقولك، زي ما قلتلك تنسي اهلك تنسي كمان كليتك، هتبقي ايه يعني؟ ما انت في الاول والاخر بنت الغفير. زهرة بعياط حرام عليك تدمر لي حلمي بالطريقة دي، انا عملت لك ايه ولا اذيتك في ايه علشان خاطر ربنا؟ طيب اروح الامتحانات واعمل لك كل اللي انت رايده، مش هفتح خشمي واصل. انت عبيطة يا بت، كيف يعني خليكي تروح الامتحانات؟ اول مكان هيبقى اخوكي فيه ومتابعك هي الكلية، وبعدين اخوكي قالب الدنيا عليكي، انا استحالة اخلي ثغرة بس علشان خاطر يوصلك. حرام عليك، طب انت بتعمل فيا كده ليه؟ انا عملت لك ايه؟ مزاجي كده، وبعدين برضو في عروسة تروح الامتحانات وهي متجوزة؟ ما بلاش الناس تقول عنك ايه حتى.
منك لله، منك لله، ربنا ينتقم منك يا شيخ. اشوف فيك يوم. في واحدة محترمة تدعي على جوزها؟ انا مش هعاقبك دلوقتي وهقول عيلة وغلطت. مهران أخد التليفون وخرج برا البيت، وتعمد إن هو يسيب باب الشقة مفتوح مش مقفول بالمفتاح علشان يشوف ردة فعلها. بعد نص ساعة ظهر بإصرار: أنا لازم أهرب، استحالة أخليه يدمرني ويدمر أهلي بالمنظر ده. أنا مش فاهمة هو بيعمل كده ليه. دخلت المطبخ تاني عشان تشوف حاجة تقدر تفتح بيها الباب، وبعد ما خدت السكينة راحت علشان خاطر تفتح الباب، لكن اتفاجئت وهي بتجرب لقيت الباب مفتوح. معقولة نسي؟ ما اعتقدش، هو مش غبي عشان خاطر ينسى الباب مفتوح. بس مش مهم، انا لازم اهرب من هنا باسرع وقت. وفعلا نزلت زهرة وبدأت تجري في الشارع، وكانت بتحاول توصل لطريق عمومي، وكانت كل شوية تتلفت وراها وتشوف اذا كان في حد مراقبها ولا لأ. واطمنت لما ملقتش حد لغاية ما وصلت لطريق عمومي في ناس. وزهرة وقفت ست كبيرة وقالت لها: لو سمحتي انا رايدة اتصل بابوي، ينفع لو معاكي تليفون؟ اتفضلي يا بنتي، في مشكلة معاكي ولا حاجة؟ محتاجة مساعدة؟ لا لا ابدا. زهرة خدت التليفون واتصلت على ابوها اللي رد: الو، مين معايا؟ ايوه يا ابوي، انا زهرة. انت فين يا زهرة؟ انت فين يا حبيبتي؟ زهرة لسه هتقوله، لكن لقيت اللي بيشد التليفون من على ودنها وبيرميها على الارض بيتكسر كان مهران اللي بيبصلها بمنتهى الغضب. الست قالت: انت اتجننت ولا ايه؟ بتكسر التليفون، ومين انت؟ زهرة صرخت بعياط وقالت: الراجل ده خطفني، اوعى كده، سيب ايدي. مهران بصلها بعصبية: اقسم بالله يا زهرة لو فتحت خشمك تاني لكون مخلص عليكي. الست زعقت ولمت الناس: يا جماعة يا جماعة، الراجل ده خاطف، سيب البنية، سيبها يا راجل انت، ده احنا هنطلب لك البوليس. مهران طلع رزمة فلوس ورماها في وش الست: ده تمن التليفون اللي كسرته. واحد من الرجالة قرب عليه: سيب البنت دي، واحنا اصلا مش هنسيبها لك. ما تسيبها بقى، هو انت مفكرنا مش رجالة ولا ايه؟ دي مرتي، مانيش خاطفها ومحدش ليه حاجة عندي. انا اعمل اللي انا رايده وتبعد انت وياه. ابعد من وشي وخليك في حالك. زهرة بعياط: لو سمحت اوعى بقى، انا رايدة ارجع لاهلي. واحد لسه هيقرب وعايز يشد زهرة من ايده، لكن مهران اتعصب جدا وشده من هدومه: لو فكرت تمد ايدك هكسرها لك. مفاجأة، رجالة مهران طلعوا، والناس لما شافوهم خافوا جدا. اما مهران شد زهرة وركبها العربية ورجع بيها على العمارة ودخلها الشقة وقلب عصبية: انا قلتلك لو فكرت تهربي هربيك يا زهرة. الست اللي تهرب من بيت جوزها ما شافتش تربية. انت مش جوزي، ومهما تقول مش هعترف بيك، انت فاهم؟ ماشي يا زهرة، انت بنفسك اللي هتعترفي بيا قدام الناس ان انا جوزك. مش بس كده، هتحبيني وهتنسي اهلك دول تماما. مهران مسكها من ايديها دخلها الأوضة وقفل عليها. مهران تليفونه رن وكان عامر. مهران اخوها عارف مكانها يا مهران، حد من الرجالة اللي خطفوها قال لهم على العنوان. طيب يا عامر انا هتصرف. مهران دخل بسرعة، اخد زهرة ونزلوا بسرعة، ركبوا العربية اخدها على مكان تاني خالص. اما عند احمد وصل العمارة اللي رجالة مهران قالوله عليها، ودخلوا كسروا البيت لكن ما كانش فيه اي حد. محمد بعصبية: فتشوا لي البيت ده حتة حتة. بدأوا فتشوا فيه، لكن مهران ما كانش سايب اي اصل لاي حاجة، حتى الاطباق والمعالق اللي كانوا واكلين فيهم كسرها ورماها في الزبالة عشان محدش يرفع البصمات ويعرف مين اللي كان موجود في الشقة دي. مش احمد وهو متعصب جدا، وعدى شهر ونص كل لما احمد يوصل للعنوان بتاعهم يختفوا، لغاية ما اهلها فقدوا الامل تماما انها ترجع. اما عند مهران وزهرة، مهران كان بيعامل زهرة كويس جدا، بقى بيعاملها بحنية وبيحاول يخليها تنسى فكرة ان هو متجوزها غصب. مهران رجع من بره: زهرة، هي زهرة، معقول كل ده لسه نايمة؟ دخل الأوضة وصحاها: زهرة هو انت لسه نايمة لغاية دلوقتي ليه؟ قومي يلا كده وفوقي. مش خابرة، بس دماغي تقيلة قوي، حاسة ان انا رايدة انام. تحبي اوديكي للدكتور نكشف عليكي؟ لا لا، انا شوي وهبقى زين. طيب بما انك تعبانة مفيش داعي تطبخي ولا تعملي حاجة، انا هطلب اكل من بره. زهرة هزت راسها بالموافقة. فعلا مهران طلب اكل من بره وكان سمك. اول ما ظهر وشمت ريحته اتضايقت جدا: لا انا مش رايدة الاكل ده، مش قادرة اشم ريحته. مهران ابتسم بفرحة: هقولك على حاجة يا زهرة، روحي البسي وتعالي اوديكي للدكتور نكشف عليكي، انت اصلا مش عاجبالي بقالك كام يوم.
مفيش داعي للكشف، انا اكيد عندي شويه برد ولا حاجه. اسمعي الكلام يا زهرة، يلا ادخلي بسرعة وغيري خلاجاتك. زهرة سمعت كلامه فعلا ودخلت جهزت نفسها وراحوا للدكتورة، ومهران حجز كشف مستعجل. زهرة باستغراب: طب ما كنا استنينا، مفيش ناس كتيرة قوي يعني، ليه تحجز كشف مستعجل؟ انا مش فاهمة ليه، وبعدين جايبني عند دكتورة نساء وتوليد ليه؟ انا مش فاهم، انت دخلتي كلية الطب كيف؟ اسكتي شوية بس. زهرة سكتت ودقيقتين والممرضة قالت لهم: اتفضل، الدكتورة في انتظاركم. مهران دخل مع زهرة: اهلا وسهلا، اتفضلوا. زهرة: اهلا بيكي يا دكتور. قوليلي بقى، بتشتكي من ايه؟ مهران بلهفة: هي مش رايدة تاكل واكل، اول لما تشم ريحته بتتضايق منها. انتم متجوزين بقالكم كتير؟ لا، شهر ونص. طيب اتفضلي معايا. زهرة قامت مع الدكتورة وكشفت عليها، وبعد ما خلصت خرجت لمهران وهي وزهرة وقالت: ألف مبروك، المدام حامل في أسبوع. زهرة بصت له بصدمة، كان فرحان قوي جدا لدرجة ان الفرحة باينة على وشه. الدكتورة استغربت ملامح زهرة وقالت: مالك، انت مش فرحانة ولا ايه؟ معلش يا دكتورة، اصل احنا كنا مأجلين الموضوع ده عشان خاطر يعني هي بتدرس في كلية الطب، عشان كده مصدومة شوية. ربنا يعينك. المهم هتمشي على المثبتات والفيتامينات دي، تاخديها على طول اول 3 شهور، راحة تامة. اتفضلي، دي روشتة الأدوية، امشي عليها في المواعيد المكتوبة. مهران أخدها منها وقال: متشكر يا دكتورة، بعد إذنك. وأخدها وخرج، وهي كانت مصدومة وبتعيط. هو جاب لها العلاج وراحوا البيت، وأول ما دخل قال لها بزعيق: انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ ما انتش عارف انا بعيط ليه؟ انا مش فاهمه انت فرحان كده ليه؟ انت متجوزني غصبا عني. مهران مسك ايديها بعصبيه: ايوه متجوزك غصبا عنك، بس بعد كده حبيتيني، ما قلتيها هو بلسانك كمان، ولا انت نسيتيها؟ زهرة وعينيها اتملت فيها الدموع: ايوه حبيتك، وده غصب عني مش في ايدي، بس في نفس الوقت انا مش راضيه عن اللي بيحصل ده. من قبلها كان فيها ايه لو جيت واتقدمت لاهلي؟ ليه بدل ما تتجوزني وانا مجبوره؟ دلوقتي انا حامل، ضيعت مستقبلي، ابويا عمره ما هيسامحني. مهران بعد عنها وقال: رايدة ترجعي لاهلك يا زهرة؟ زهرة قعدت على الارض وقالت: هرجع اقول لهم ايه؟ هرجع اقول لهم انا حامل؟ يقولوا عني ايه؟ هربت مع واحد واتجوزته، دول هيفضلوا غضبانين عليا اليوم الدين، مش هيصدقوا ان انت اتجوزتني غصب. ملكيش صالح، رايدة ترجعي قولي، انا رايدة ارجعك، وانا هتصرف مع اهلك علشان نقفل الموضوع ده. طب ومرتك هتقولها ايه؟ برضو هتقولها ان انت اتجوزت؟ قلتلك قبل سابق ملكيش صالح، انا هتصرف. مش جه الوقت اللي انت تقولي فيه بقى انت ليه اتجوزتني؟ علشان بحبك من يوم ما شفتك، وانا اعجبت بيكي وبشخصيتك القوية وبعزة نفسك، علشان كده اتجوزتك. عشان جدي كان عمره ما هيوافق ان انا اتجوزك، لا انتي ولا غيرك. ليه؟ رايد يختار لك هو بايده واحدة على مزاجه؟ لا، ما هو عشان ما كانش هيسمح ان انا اتجوز على حفيدته، حتى لو حفيدته دي ايه؟ مش مريحاني وقرفاني في عيشتي يا زهرة طول عمرها. جدي طول عمره عنده وفاء احسن مننا كلياتنا، كل ده عشان كانت يتيمة من صغرها وملهاش حد، فضلها علينا كلنا واجبرني ان انا اتجوزها. طب ما انت لو رحت دلوقتي لاهلي وقلت لهم على كل حاجة هتقدر تواجه جدك ومراتك؟ ما اعتقدش يا مهران. لو كنت قادر تواجههم كنت واجهتهم ورحت واتجوزت يا مهران على الملأ مش في السر. دلوقتي وبعدين فهم كده كده هيعرفوا ان انا اتجوزتك يا زهرة. زهرة بخوف: جدك قادر ومفتري، ممكن يعمل حاجة لأهلي، هو ابني، استحالة يخلي الحمل ده. لا هو هيسكت ولا مراتك هتسكت، انت اللي دخلتني في الدوامة دي. طيب يا زهر، خلينا على الأجل لغاية ما تولدي، وقتها أقدر أواجههم وأخليهم يتقبلوا، وهكون كده خلاص بحطهم قدام الأمر الواقع. من الواضح ان انا ما عنديش اي حل تاني اصلا يا مهران، انا عمري اصلا اهلي ما هيتقبلوني بعد ما خسرت كل حاجة. زهرة قامت ودخلت الأوضة قفلت على نفسها. أما مهران كان بيفكر هيعمل ايه في الموضوع ده في بيت أحمد. مفيش أي جديد يا ولدي؟ مفيش يا بوي، كأن الأرض انشقت وبلعتها. أنا عايزة أفهم يعني، حتى لو خطفها واللي خطفها ده يبقى حد رايد فدية، لكن ده مفيش ولا مرة اتصل حتى. فاطمة قلبها موجوع على بنتها: ربنا يرجعك لينا بالسلامة يا ضنانة، وما يوجعش قلبي فيكي، ربنا ينتقم من اللي وجع قلبنا عليكي يا بنتي. وبيعدي شهر
وكانت زهرة حبها لمهران بيزيد في قلبها، وكانت بتحاول تتعايش وتنسى فكرة إنها بعيدة عن أهلها. وفي يوم كانت قاعدة في الشقة لوحدها والباب خبط. زهرة بخوف: يا ترى مين اللي بيخبط؟ مهران مش بيخبط، بيدخل على طول، المفتاح معاه، يمكن اخويا اللي بيخبط وعارف مكاني. قربت زهرة بسرعة من الباب، فتحت واتصدمت لما شافت وفاء واقفة قدامها بكل برود. ازيك يا زهرة يا بنت الغفير، ولا اقولك يا مرات مهران؟ زهرة برعب: انت رايدة ايه يا ست انتي؟ انا هكلم مهران. وفاء ضحكت: كلميه، بس قبل ما تكلميه اسمعي الجملتين دول علشان انت صعبانة عليا يا زهرة. صدقيني طلعت هبلة وغبية، احترمي نفسك يا ست انتي. ماشي يا زهرة، الف مبروك على الحمل اللي انتي مش هتتهني بيه. تقصدي ايه؟ انتي خبرة لو فكرتي تقربي مني انا هخلص عليكي. لا يا حبيبتي، انا مش هاجي جنبك واصل، بس انت اللي متعرفهوش ان انا ومهران متفقين ان هو يتجوزك. يعني انا خبرة زين ان مهران عايش معاكي هنا، وان هو متجوزك وانك حامل منه. انت عايزة ايه؟ هو كيف عارفة يعني؟ هو اصلا جده منعه ان هو يتجوز عليكي. شوفي يا زهرة، الواد اللي انت حاملة فيه ده اول ما هتولدي انا ومهران هناخده وهيتكتب على اسمي انا واسمه، اما انتي هيرميكي تاني لاهلك. زهرة بصريخ: لا لا، انتي كدابة، اطلعي بره اطلعي بره. كدابة؟ تفتكري يعني انتي دونا عن كل بنات البلد اتجوزك ليه؟ اتجوزك عشان خاطر يخلف، عشان انا ما بخلفش. اختارك انتي عشان بنتي الغفير، لا تقدروا تاخدوا لا حق ولا باطل، وكمان عشان نكسر عينيكي انتي واخوكي اللي رافعينها بيها السما دي. يا بنت الغفير، مهران لا بيحبك ولا عمره حبك. لا، انتي كدابة كدابة، مهران بيحبني، هو قال لي كده. تفتكري لو انا مش متفقة مع مهران عليكي كان زماني عرفت مكانك برضو يا زهرة؟ ده يا حبيبتي اخوك اللي هو الظابط معرفش يوصلك، ما بالك انا اللي انا كنت هقدر اوصلك، الا اذا كان مهران هو اللي مديني العنوان. هو انتي بقى ايه اللي خليكي تيجي تقوليلي ده؟ ها، ضميرك دلوقتي صحي؟ لا لا، لا صحي ولا حاجة، بس انا جاي اقولك خلي بالك من البيبي لغاية ما استلمه منك يا زهرة، ده هيبقى ابني. سلام. خرجت وفاء وكانت زهرة مصدومة من اللي سمعته، وبدون تفكير دخلت بسرعة، لمت كل هدومها في شنطة، فضلت ماشي مش عارفة تروح فين. ركبت عربية وقالت لو سمحت وديني على محطة القطر. ركبت زهرة وهي بتعيط: لو رحت لأهلي هيجيبني منهم وهتفضح، مش هقدر ان انا ارجع وانا حامل، عيلتي هيحطوا راسهم في الارض. فايت على صوت السواق وهو بينبهها انهم وصلوا خلاص للمحطة. حسبت ودخلت المحطة وراحت عشان تحجز تذكرة، وقالت عايزة تذكرة القاهرة لو سمحت. اتفضلي يا استاذة، كمان ساعة القطر هيوصل. راحت زهرة تقعد وكانت مستنية القطر وهي حاسة بألم في بطنها نتيجة المجهود والصدمة اللي أخدتها. بعد ساعة وصل القطر وركبت، وكانت طول الطريق بتعيط. واحدة ست كبيرة كانت قاعدة جنبها: مالك يا بنتي، فيكي ايه؟ من ساعة ما ركبت القطر وانتي مبطلتش عياط. زهرة ارتاحت للست دي وحست انها لازم تتكلم وتخرج اللي جواها. حكت لها كل حاجة عملها مهران من اول خطوه ليها لغاية ما مراته اللي هي بنت عمه جت لها وحكت لها على اتفاقهم. الست قالت انا اسمي مديحة يا بنتي يا زهرة، انتي ما كنتيش لازم تمشي كده، كنتي واجهتي يا بنتي، يمكن تكون بتكذب عليكي. لا مش بتكذب، لانها كانت بتتكلم بثقة وهي معاها حق. انا اخويا ظابط ولغايه دلوقتي ما قدرش يوصل لي، لكن هي وصلت وعرفت مكاني لان هو اللي قايل لها. وبعدين انا اللي غبيه وصدقته بعد ما خطفني. لو كان بيحبني زي ما هو بيقول صح كان جه وتقدم ليا، ما كانش خطفني واهني كده. طيب ليه يا بنتي ما انتي ما رجعتيش لاهلك؟ بدل ما تسافري ما كنت ترجعي. ارجع ليهم بفضيحة وانا حامل؟ بدل ما يقولوا مخطوفة يقولوا هربت مع واحد، واهلي يحطوا راسهم في الطين. استحالة، اللي احسن خليهم يفكروني ان انا رحت عند اللي خلاني، احسن ما اجيب ليهم الفضيحة. طب يا بنتي وهتروحي فين؟ ارض الله واسعة يا أما. طب انا عندي شقة في القاهرة قاعدة فيها لوحدي لان بنتي عايشة في الصعيد مع جوزها، وانا بروح لهم زيارات خفيفة كده. تعالي اقعدي ويايا. زهرة ببكاء: بس انا مش. مفيش بس يا زهرة، انت زي بنتي اللي ماليش غيرها، وهو تاخدي بحسي وتعيشي معايا. الوحدة صعبة يا بنتي، انا مش عارفة اشكر حضرتك ازاي،
مفيش داعي للشكر، من هنا لغاية ما نوصل يا زهرة يا بنتي تنامي وتبطلي عياط. بس أنا عايز أسألك سؤال. اتفضلي اسألي اللي انت عايزاه. انت معاك عقد الجواز؟ ايوه، انا اخدته قبل ما امشي، تحبي تشوفيه؟ انا مش بكدب، اقسم بالله. يا بنتي يا هبلة، أنا بطمن عشان لما تولدي الواد مش هيتسجل غير لو العقد معاكي، فاهمة؟ عشان كده سألتك، مش عشان نشوفك صادقة ولا لأ. زهرة سكتت بحزن وبصت للشباك بتعب. أما مهران فروح البيت وفضل ينادي على زهرة لكن ما كانتش موجودة. راحت فين دي؟ أنا سايبها الصبح، مستحيل تخرج من غير ما تقولي. مهران بسرعة دخل الأوضة وشاف الدولاب لقيه فاضي من أي ملابس. ايه اللي خلاها تعمل كده؟ بسرعة خرج وفتح اللابتوب يشوف الكاميرات اللي حاططها في جميع أنحاء الشقة. اتصدم لما شاف وفاء واقفة وسمع كل الكلام اللي قالته. يا بنت طيب يا وفاء، اما وريتك. وخرج بسرعة من الشقة وراح السراي وقلب زعيق. وفاء يا وفاء. وفاء ببرود: انت جيت يا حبيبي؟ غيبتك طولت، يا ترى الصفقة بتاعتك عاملة ايه دلوقتي؟ الجد خرج من مكتبه وقال: بتزعق كده ليه يا مهران؟ بقى يوم ما تاجي تقعد تزعق؟ وفاء قعدت وحطت رجل على رجل. ما قلتليش يا مهران؟ متعصب كده ليه؟ ولا مش هتقدر ترد وتقول في ايه؟ مهران بغل: انت طالق يا وفاء. وفاء اتصدمت والجد قال بعصبية: انت اتجننت؟ ازاي تعمل كده ودلوقتي حالا تروح تردها؟ يا اما مالكش ورث ولا جنيه. مهران بعصبية: هقولك على حاجة يا جدي، بصي يا وفاء، انت طالق 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 بالتلاتة. مش كفاية ان انا استحملتك 7 سنين وانا محروم من العيال بسببك؟ 7 سنين وانا مستحمل غرورك وقلة ادبك، خلاص مش هستحمل تاني. بص يا جدي، مش عايز منك ولا مليم، الله الغني عنك وعن فلوسك. انا متجوز ومراتي حامل وهتخلف ليك يا حفيد اللي حفيدتك ما قدرتش تخلفه، وانا سايب لكم السرايا باللي فيها. ومراتي اللي انت روحتي وقلت لها كلام ما حصلش يا بنت عمي هرجعها وعايش معاها. الجد كان واقف مصدوم زي وفاء اللي بدأت تعيط. قرب منها وحاول يطيب بخاطرها بعد ما مهران مشي. شفت يا جدي؟ شفت عمل ايه؟ مش كفاية ان هو خني وان هو قال لي ان هو رايح شغل وهو كان رايح يتجوز ويخلف؟ شفت يا جدي؟ اهدي يا حبيبتي اهدي، خلاص ده كلب لا يسوى ظفرك، انا هجوزك سيد سيدو. لا يا جدي، انا مش عايزه غير مهران، انت عارف ان انا بحبه ومقدرش اعيش من غيره. اهدي يا وفاء، خلاص مهران انسيه يا بنتي، عمره ما هيرجع لك، ده طلقك بالتلاتة. اهدي يا حبيبه جدك اهدي. مهران اول حاجه راح لمحمد والد زهره وحكى ليه على كل حاجه من اول خطفه ليها لغايه ما هربت. فاطمه بعياط: منك لله يا ظالم، ليه كده؟ محمد بحزن: طب ليه ما جيتش وطلبتها مني؟ ليه عملت كل ده؟ كنت عارف انكم هترفضوا لعدة اسباب، اولهم ان انا متجوز، والتاني انكم بتخافوا من جدي ومن وفاء ومش هتقدروا تعملوا حاجة زي دي، والتالت ان بنتك من حقها تتجوز واحد تكون هي اول واحدة في حياته. علشان كده انا ما تقدمتش، بس حبيت زهرة وفضلت السنة كاملة براقبها وبراقب تحركاتها لغاية ما خطفتها. محمد بعياط: واديك ضيعتها يا مهران بيه، دمرت بنتي وهربت وهي حامل. طب هتروح فين وهي ملهاش حد غيرنا؟ هتروح فين؟ انا نشاط رجالتي دوروا عليها في كل مكان، انا مش هيهدالي بال غير لما ترجع ليا. انا مش قادر ان انا اعيش من غيرها، عشان كده رايد ان انتوا تسامحوني. احمد انفجر وقال: نسامحك على ايه؟ بقالك 4 شهور خاطف اختي وكل ما الاقيك تهرب بيها لمكان تاني. انت مفكر ايه ان انت باللي عملته ده تبقى رجولة يعني؟ محمد زعق في ابنه وقال: بس يا احمد بس، مش وقت الحديد ده، المهم نلاقي اختك يا ولدي وبعدين يحلها الحلال. وفعلا بدأوا في البحث. احمد بيدور عليها وكذلك مهران اللي ناشر رجالته ومسابوش مستشفى ولا اسم الا لما دوروا فيه. اما مهران جده كان غاضب عليه ومنعه من الدخول لاي شركة خاصة بيه. بعد مرور شهرين وفي يوم في شركة مهران الخاصة بيه بعيدا عن شركات جده دخل عامر بسرعة وقال: الحاج يا مهران، لقينا مرتك. مهران بصدمة: بجد؟ فين؟ الست اللي هي قاعدة عنديها جت هنا وبتقول انها رايدة تجابلك. طب ومستني ايه؟ دخلها بسرعة. عامر خرج ودخل مديحة اللي قالت: السلام عليكم يا ابني. وعليكم السلام. فين زهرة؟ اسمعني الاول، انا مش عارفة اللي انا بعمله ده صح ولا غلط. هي ما تعرفش ابدا ان انا هني، هي عارفة ان انا جاية ازور بنتي.
هي بتحبك جدا من يوم ما هربت وهي تعبانة من الحزن يا ابني. أنا مش عارفة أنت فعلا اتجوزتها عشان تخلف ومنها وترميها ولا لأ زي ما مراتك قالت لها، بس خايفة أسكت وأظلمها أكتر وتكون مراتك كدابة والبنت بتضيع وبتضيع حياتها هي وابنها. خايفة أتكلم يكون كلام مراتك صح. هي كدابة، ولما عرفت ان انا اتجوزت اتجننت وراحت لها وقالت لها الكلام ده. اصلا انا طلقتها بالتلاتة. قولي لي زهرة فين؟ هي كويسة ولا تعبانة؟ هي في القاهرة. في القاهرة؟ ايه اللي وصلها القاهرة؟ مديحة حكت له على كل حاجة، ومهران بسرعة لم رجالته وقال تعالي معايا هنروح القاهرة وهنسافر بالطيارة عشان نوصل بسرعة. طيب يا ابني اللي تشوفه. وفعلا اخدها مهران وسافروا على القاهرة ووصلوا العمارة اللي ساكن فيها زهرة ومديحة. فتحت الباب، مهران سمع صوتها وهي بتقول جيتي بسرعة دي يا مديحة. لكن اتصدمت لما شافت مهران وقف مع مديحة وهو بيبصلها بعصبية. قرب منها ومسك ايديها. انت كيف تمشي كده من غير ما تعرفيني للدرجة دي؟ مش لازم عندك. مديحة حبت تديهم خصوصية، طلعت برا الشقة وقفلت عليهم الباب. زهرة بضيق انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابني؟ بجد انت بتتكلمي؟ ده انت حتى مش معترفة بغلطك. غلطي؟ غلطي ايه؟ انت اللي كذاب، انت ومرتك. انا بجد مش مصدقاك انك كنت بتضحك عليا كل الفترة دي كلها. انا مش كداب يا زهرة، عمري ما كدبت عليكي. كل الكلام اللي قالتهولك وفاء كذب. انا طلقتها بالتلاتة علشان خاطرك في نفس اليوم اللي انت مشيتي فيه. طلقتها اقسم بالله. انت اللي اضطرتني لكده. لو كنت صرحتني وصرحت اهلي وجيت اتقدمت ليه بما يرضي الله ما كانش كل ده هيحصل يا مهران. انا قلت كل حاجة لاهلك يا زهرة وعرفتهم كل حاجة. زهرة بصت له بصدمة. انت بتتكلم جد يا مهران؟ ايوه يا روح مهران بتكلم جد. انا عرفت ابوكي كل حاجة واخوكي وهم كانوا بيدوروا عليكي معايا يا زهرة، بس لولا الست مديحة ما كنتش عرفت مكانك يا زهرتي. هترجعي معايا؟ طب وجدك يا مهران؟ جدي انا سبتله كل الشغل والفلوس وكل حاجة، حتى السرايا سبتها وقلت له ان انا هرجعك ومش هيهنالي بال غير لما ترجعي معايا. هترجعي معايا يا زهرة صح؟ زهرة بشك. طب كلم ابوي لو كنت عرفته. انت مش واثقة في كلمتي يا زهرة؟ لو سمحت ريحني واتصل على ابوي. مهران فعلا اتصل على والد زهرة وقال له انا معاها، هي معايا دلوقتي ورايدة اكلمك. محمد وحزن كيفك يا بنتي؟ اتوحشتك جوي. وانا كمان يا ابوي اتوحشتك جوي. بقى هان عليكي تعملي في ابوكي كده يا زهرة؟ تهربي يا بنتي؟ كنت جيتي عندي وانا قادر احميك يعني واخوكي. انا اسفة يا ابوي بس كنت خايفة من الفضيحة اللي هسببها ليكم. ما تقلقيش يا حبيبتي، تعالي ويا جوزك عشان نشوفك. خلاص انا مسامح في كل حاجة وفي كل اللي حصل، ما تخافيش. واصل يا بنتي. حاضر يا ابوي حاضر. مسافة السكة يا غالي، ده انت وحشني جوي. سلم على امه يا ابوي وقول لها انها وحشاني وانني مشتاقة لحضنها جوي. قفلت زهرة مع محمد ومهران قال ادخلي لمي هدومك يلا علشان نمشي. زهرة بصت حواليها. فين الست مديحة؟ هي وقفت بره عشان خاطر ناخد راحتنا في الكلام. زهرة بسرعة دخلت ولمت هدومها وخرجت وكانت مديحة واقفة. انا مش عارفة اشكرك كيف على اللي انت عملتيه معايا ده. مفيش داعي للشكر يا بنتي يا غالية، هاني ما عملتش غير الواجب يا حبيبتي. المهم تاخدي بالك من نفسك ومن صحتك وبقي تعالي طلي عليا. انت هتقطعي بيا؟ صدقيني يا زهرة اني بجد اعتبرتك كيف بنتي وما يهونش عليا بعدك واصل، بس لازم ترجعي مع جوزك. سلموا على بعض ومهران اخدها ورجعوا البلد وراحوا عند اهلها وقعدوا عندهم لان محمد اصر ان بنته تفضل معاه لغاية لما تولد عشان يطمنوا عليها. بعد مرور 5 شهور ولدت زهرة توأم، ويوم ولادتها كانت في المشفى. دخل الجد وهو بيبص للأطفال بفرحة. كانت موجودة ماجدة أخت مهران وعامر جوزها. مهران بحد بص لجده وقال ايه اللي جابك؟ محمد حماه. عيب كده يا مهران يا ولدي، مهما كان ده جدك. عيب ليه؟ مش طردني علشان خاطر حفيدته وفضلها علينا وعلى مصلحتي؟ الجد انا معترف ان انا غلطان يا مهران وان انا حرمت نفسي ان انا اشوف ولادك. انا ظلمتك مع وفاء وعرفت غلطتي وجاي النهاردة عشان اقولك ارجع السرايا انت ومرتك وعيالك وشركاتك يا ولدي. لا شكرا يا جدي، انا مش راجع السرايا، انا هعيش في بيتي. لو رايد تشوف العيال انا هجيبهم لك، لكن انا هستقر في شركتي وبيتي وبس. مش هرجع مكان اتطردت منه لو انت طردتني من الشركة ومن السرايا. بس يا ولدي. ما بسش يا جدي،
الجد حاول يقنعه يرجع السرايا والشركة، وإن وفاء مش هيبقى لها أي علاقة بيهم، ولكن رفض تام وقاطع. بارك لزهرة وأهلها وبعدين مشي. أما مهران بعد ما مراته قامت بالسلامة وعدها إنها تكمل كليتها من السنة الجاية، وعاشوا حياتهم مستقرين وحبهم بيزيد لبعض. وزهرة ومهران كل فترة بيروحوا يشوفوا مديحة ويطمنوا عليها. وبكده تكون خلصت قصتنا، ونكون وصلنا لنهاية القصة الجميلة دي اللي بجد أنا حسيت إن أنا عايشة وسط القصة دي. وزي ما شفتوا يا حبايب قلبي اندمجت تماما مع القصة لدرجة إن أنا عيطت في أجزاء منها. بجد تسلم ايدك يا هدهد يا هويدا للقصة الجميلة دي، لانها بجد اثرت فيا وحبيتها جدا. واتمنى تكون ليكم نفس الرأي وتكونوا حبيتوا القصة دي، وان شاء الله نشوفكم في قصص جاية اقوى واجمل ان شاء الله. نختم حلقتنا بالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واشوفكم في القصص اللي جاية ونقول السلام.